طيب الله مساءكم أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضائية الإريترية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. استلوى معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. رؤساء الدول والحكومات يبعثون برقيات التهنئة بعيد الاستقلال. البلاد تشارك في المؤتمر العالمي لمكافحة الجفاف. احتفال إقليم شمال البحر الأحمر بعيد الاستقلال. وزير الخارجية الروسي يعلن عن دعم بلاده لمالي. مقتل 3 أشخاص في هجوم صاروخي إسرائيلي جنوبي دمشق. وإندونيسيا تستأنف تصدير زيت النخيل. أهلا بكم إلى التفاصيل. بعث زعماء المغرب وموريتانيا والسودان برسائل تهنئة لحكومة والشعب إريتريا بمناسبة الذكرى 31 للاستقلال. وبعث ملك المغرب محمد السادس ورئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ القزواني ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان برسائل تهنئة متمنين دوام الصحة لفخامة الرئيس إسياس أفورقي والسلام والازدهار للشعب الإريتري. وأضاف رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان استعداد ورغبة بلاده لتقوية العلاقات الثنائية والشراكة بين إريتريا والسودان. شاركت البلاد في المؤتمر العالمي لمكافحة الجفاف وفقر التربة الذي انعقد من 9 وحتى 20 من مايو في مدينة أبيجان بساحل العاج. شارك في المؤتمر وفد من وزارة الزراعة وبعثة إريتريا في الأمم المتحدة، وقدم الوفد توضيحا مصحوبا بفيلم وثائقي عن تجربة إريتريا في إصلاح الأراضي في برنامج خاص نظم يوم 11 من مايو بيوم مكافحة الجفاف. وأشرح التوضيح تحديات إريتريا مع الجفاف وفقر التربة والاستراتيجية التي تتبعها لحماية التربة وحفظ المياه على المستوى الشعبي. وذكر وفد إريتريا أن خزانات المياه التي كان عددها 138 خزانا قبل الاستقلال وصلت حاليا ل 785 خزان، وتوسع الزراعة المروية ب4 أضعاف، وزيادة إنتاج الفواكه نتيجة لذلك ب71 ضعفا، والخضروات ب6 أضعاف. وأشار الوفد إلى النتائج المرضية من مبادرات الحملة الخضراء وإنتاج السماد والمبيدات الطبيعية. وشارك في المؤتمر حوالي 2000 وفد يمثلون 196 دولة. احتفل إقليم شمال البحر الأحمر يوم أمس 20 من مايو بالذكرى 31 لاستقلال البلاد تحت الشعار خيارنا المستقل عزتنا. وذكرت حاكمة الإقليم السيدة أسمرت أبرهة في المناسبة التضحيات الجسامة التي قدمت من أجل الاستقلال، موضحة أن برامج التنمية والبنية التحتية التي تقوم بها الحكومة لإحلال العدالة الاجتماعية تحدث تغييرا جذريا في معيشة الشعب. وحول الحملة الخضراء وبرامج حماية التربة وحفظ المياه دعت الإقليم والمديريات والضواحي والمدن والقرى والأسرة والأفراد للمساهمة بدورهم بالتعاون مع اللجان المقامة لإنجاح المهام. يعني بها أوضحت المدير العام لقسم الثقافة والرياضة السيدة زينب عمر أن احتفالات الاستقلال تنظم من 16 حتى 24 من مايو في جميع المديريات والضواحي بفعاليات ثقافية وفنية. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية أن برامج احتفالات عيد الاستقلال في إقليم شمال البحر الأحمر تضمنت السيمينارات والمناشط الرياضية والفنية. أكملت شعلة الاستقلال في الإقليم الجنوبي جولتها يوم أمس 20 من مايو في مراسم جرت في دفاعات عد بقيعو التي شهدت هزيمة نظام الويانة بعد انطلاقها من دفاع أفلبة في جبهة دقمحر يوم 16 من مايو. ورافق سكان عد خالة بمرشات الشرطة وقوات الدفاع من المدينة إلى عد بقيعو لمسافة أكثر من 2 كيلومترين، حيث قام مدير مديرية عد خالة السيد عند مسقلة حنوم بإشعال الشعلة المعدة في الموقع التاريخي من الشعلة الجوالة. وقال السيد عند مسقل في المناسبة التي حضرها حاكم الإقليم الجنوب السيد هبتاب تسفاتين
والسكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم الجنوبي السيدة أمة نقوسيه وقادة الجيش أن شعلة الاستغلال تذكر التضحيات الجسام التي قدمها الشعب من أجل استغلاله والدفاع عنها. وأوضح سكان عبد بقيع انتهاء حلم لويان القازي بالبطولات التي أصابتها قوات الدفاع الإريترية في جبهة عبد بقيع، وجعلت شعلة الاستغلال مديريات دقم حري ودبرو ومندفرة وأمن حيلي والدخال بمسيرات واستقبال حافل من الشعب وقوات الدفاع. احتفل المواطنون المقيمون في الدمام وضواحيها بشرق المملكة العربية السعودية بذكرى 31 لعيد الاستغلال المجيد. وألقت القائم بأعمال السفارة الإريترية في المملكة السيدة وين قرزقهير كلمة مقتضبة أوضحت فيها جهود ومساعي الحكومة الإريترية على برامج الإعمار التي تنتظم عن طريق الخيار السياسي المستقل والعمل المؤسسي ومشاركة جماهيرية واسعة. وذكر رئيس الجالية السيد قبر مسقل كدانة أن الإنجاز الباهر الذي حققته إريتريا في مكافحة جائحة كوفيد-19 خير شاهد على الوحدة القوية والترابط المتين بين الحكومة والشعب، معبرا عن أمنياته الكبرى لتكرار تلك السمات في البرامج الأخرى. وأشارت رئيس الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية إلى أن فعاليات الاستغلال تزدان عاما إثر آخر، وهي نتاج التصدي القوي في كافة القطاعات، وعليه الجميع يتحمل المسؤولية لنقل هذه القيم والتراث إلى الأجيال المتعاقبة. وأكد المشاركون جاهزيتهم للقيام بكل ما يطلب منهم لتمتين تأطيرهم، وعبروا عن تهنئتهم الحارة للشعب والحكومة وكذلك لقوات الدفاع الباسلة. يقدم قسم الإشعاع الطبي في مستشفى أوروتا خدمات طبية مستوفية للمعايير العالمية. وقال مساعد مسؤول القسم السيد سلومون برهان أن القسم يقدم خدمات التشخيص بأجهزة الأشعة العامة والموجات الصوتية وفوق الصوتية والتصوير المقطعي والرنين المغناطيسي والتطوير الإشعاعي للمرضى القادمين من مختلف أرجاء البلاد. وأوضح أن الأشعة السينية انتقلت حاليا إلى العمل الرقمي وتنقل نتائج الفحوصات إلى الطبيب بالشبكة الحاسوبية. ويعمل جهاز التصوير الإشعاعي المتطور لكشف الأورام الموجودة بالجسم بدقة عالية. وذكر تطور مستوى العمل بالتعاون مع الأطباء في الدول الأخرى عبر وسيلة دايكوم، مشيرا إلى تطور الفحوصات المخبرية مع إدخال المعدات الحديثة. وأفاد إلى تقديم قسم الإشعاع الطبي في مستشفى أوروتا الخدمات ل 24 ساعة. وأوضح بأن كلية أوروتا الصحية تسهم في تخريج القدرات الصحية الكفؤة حاليا، وينشط في العمل حاليا 25 مهنيا. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي أجريت اليوم في الإقليم الأوسط أظهرت إصابة مواطن واحد بكوفيد-19، وبهذا بلغ عدد المصابين بكوفيد-19 في البلاد حتى الآن 9754، شفي منهم 9640 وتوفي 103 مرضى، فيما يتلقى 11 مصابا الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 21 من مايو 2022. قدمت قطع الأراضي الملكية الخاصة طيسة لسكان قريتي تحتاي عدي وأنبزارب في مديرية مندفر الذين استوفوا الإجراءات المطلوبة وتنفيذ الواجب الوطني. وقدمت قطع الأراضي ل 79 مواطنا بينهم 24 امرأة بعد التنقيح الذي قامت به إدارات الضواحي ولجان القرى. وقال مسؤول مكتب الأراضي والمياه في مديرية مندفر السيد عند مريم زرقه أن توزيع قطع الأراضي بدأ بالقرى التي أكملت استعداداتها، وسيتواصل في قرى عبد سعد وماي حرامز. وشكر السكان للحصول على طلباتهم في الاستجابة. سيداتي سادتي، نتوقف مع فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أهلا بكم من جديد. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده سوف تواصل دعم مالي في حربها ضد الإرهاب. واعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال مؤتمر صحفي تلا استقباله في موسكو
نظيره المالي عبد الله ديوب أن استياء فرنسا من سعي السلطات المالية إلى الحصول على الدعم من قوات أمن أجنبية هو ليس سوى تعبير عن ذهنية استعمارية لفرنسا ودول أخرى أوروبية في مالي. هذا وقررت باريس في فبراير الماضي انسحاب عسكريا من مالي وسط ظروف أمنية متدهورة وعلى خلفية توتر بين فرنسا والمجلس العسكري الحاكم في مالي. أعلنت وزارة الدفاع السورية عن مقتل 3 أشخاص في عدوان إسرائيلي انطلق من مرتفعات الجولان واستهدف بعض النقاط جنوبي العاصمة دمشق وتسبب أيضا في بعض الخسائر المادية. وكان التلفزيون السوري قال في وقت سابق أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من الصواريخ في ريف العاصمة دمشق. من جهة أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن بمقتل 3 ضباط وإصابة 4 آخرين من طواقم الدفاعات الجوية التابعة للنظام من جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقع عسكرية ومستودعات لميليشيات إيران بمحيط العاصمة دمشق. أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو عن إلقاء قرار حظر تصدير زيت النخيل الخام من بلاده وهي أكبر منتج له عالميا بعد أسابيع من صدور ذلك القرار. وقال ويدودو أن الفترة الماضية من حظر التصدير شهدت ارتفاعا في مخزون زيت النخيل محليا وبدأ تراجع أسعاره في الأسواق بعد ارتفاع سابق شهدته منذ بدء الحرب مع أوكرانيا. هذا وقد رحب المزارعون بالقرار الجديد. وأشار الرئيس إلى أن قرار العودة لتصدير زيت النخيل آخذ في عين الاعتبار مصالح 17 مليون شخص من المزارعين والعمال والتجار المعتمدين في حياتهم على زيت النخيل زراعة وصناعة وتجارة. شهدت مناطق جنوبية البرازيل حالة من الصقيع والجليد تركزت معظمها في ولاية سانتا كاتارينا وأجزاء من ريو غراندي دي سول حسب ما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء. وقالت الوكالة أن جنوب ولاية بارانا التي تنتج معظم محصول القمح في البلاد شهد أجواء أقل حدة من الجليد الذي طال كذلك أجزاء من ولاية سول دي ميناس ولكن آثاره كانت خفيفة. وقال مالك وعالم الأرصاد الجوية الزراعية في رول كلمة أن الكتلة الهوائية القطبية التي تسببت في حالة الانخفاض الحاد في درجات الحرارة هذا الأسبوع تسببت في تساقط السليد أو الجليد على نطاق محدود حتى الآن. وصلنا إلى نقطة الختام لكن قبل التوديع لكم أبرز العناوين. رؤساء الدول والحكومات يبعثون برقيات التهنئة بعيد الاستقلال. بلاد تشارك في المؤتمر العالمي لمكافحة الجفاف. احتفال إقليم شمال البحر الأحمر بعيد الاستقلال. وزير الخارجية الروسي يعلن عن دعم بلاده مالي في حربها ضد الإرهاب. مقتل 3 أشخاص في هجوم صاروخي إسرائيلي جنوبي دمشق. إندونيسيا تستأنف تصدير زيت النخيل. في أمان الله وحفظه.